السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتبدأ قصتنا النهاردة واللي هتحكيها بنفسها صاحبة القصة. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي سارة، عندي 18 سنة وساكنة في القاهرة في حي شعبي. طول عمري بحلم ان انا اكون مشهورة وناجحة في حياتي. انا الحمد لله بنت جميلة جدا ومتفوقة في دراستي، بس كان عندي طبع كده ان انا بحب الفلوس قوي والمظاهر جدا. كنت طول اليوم اقضي الوقت على الانستجرام، اشوف بقى صور البنات المشهورين واللي عندهم فلوس وشهرة، وكنت بحلم دايما ان انا اكون زيهم. وفي يوم كنت قاعدة على النت، شفت اعلان عن مسابقة على السوشيال ميديا، وان انا لو كسبت في المسابقة دي هفوز بجائزة مالية كبيرة قوي وفرصة ان انا اتصور مع اي حد مشهور. طبعا اتحمست جدا للفكرة وقررت ان انا لازم اشارك في المسابقة، بس قلت انا مش هقول لاي حد من اهلي لان طبعا كانوا هيعترضوا. بدأت بقى ان انا اصور فيديوهات ليا وان انا اعمل فيها حركات وبقلد فيها المشاهير. كنت متأكدة ان انا هكسب وهحقق حلمي. عدى الوقت وبدأت ان انا فعلا اخد شهرة على السوشيال ميديا، وكل يوم كان بيجيلي الاف من اللايكات والتعليقات. بس مع الشهرة دي بدأت ان انا اتغير، بقيت اتعامل مع الناس بشكل مختلف. حتى اصحابي اللي كانوا معايا من زمان بدأوا يحسوا ان انا بقيت مغرورة ومتكبرة. وفي يوم لقيت رسالة من واحد من المعجبين بيقولي ان هو من شركة انتاج مشهورة جدا وعاوز يعمل معايا عقد كبير. طبعا انا فرحت جدا واتصلت بيه فورا واتفقت معاه ان احنا نتقابل في مكان معين عشان نعمل العقد. رحت قابله من غير ما اعرف برضو حد من اهلي. كنت لابسة احلى لبس عندي وكنت متحمسة جدا، ولما وصلت المكان لقيت الراجل اللي كان متفق معايا. بس المفاجأة بقى ان كانت نيته سيئة للأسف. حصل ايه يعني يا سارة؟ كملي. وقعت في فخ كبير جدا وكنت عمالة اقاوم واصرخ ان اي حد يلحقني. فضلت اقاوم واقاوم لحد ما لحسن الحظ ربنا حماني وقدرت ان انا اهرب. وعملت ايه بعدها؟ وحكيتي حاجة لاهلك عن اللي حصل؟ ايوه، رجعت بيتي وانا في حالة صدمة. لما حكيت لاهلي اللي حصل زعلوا جدا وكانوا في صدمة اكبر مني، وعمالين يقولوا الحمد لله يا رب ان ربنا ستر ما حصلكيش حاجة. وطبعا قعدوا يزعقوا وفي اللي مد ايده عليا. كنت مستحملة لاني كنت عارفة ان انا غلطانة، بس بجد انا تعبانة. كل ما افتكر الموقف ده وافتكر ان كان ممكن يحصل فيا حاجة سيئة احس ان قلبي وجعني وخايفة. عاوزة اقولك ان بعد الموقف ده عرفت ان الشهرة والفلوس مش كل حاجة، وان الثقة في الناس الغريبة ممكن تكون خطر كبير قوي. والحمد لله انا دلوقتي بدأت ان انا اركز تاني على دراستي، ورجعت علاقتي تاني بأصحابي الحقيقيين، وفهمت ان الحياة مش بس الشكل الخارجي. كده يا بنات تكون خلصت قصة سارة. عاوزة اقول لكم ان العبرة اوقات الحاجات اللي بنتمناها ممكن تكون مش زي ما بنفكر. اهم حاجة ان احنا نحافظ على نفسنا وبلاش نثق في اي حد بسهولة. وبس كده، اتمنى تكون قصة سارة عجبتكم وتعلمتوا منها. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتعملوا لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.